السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذه الفيديو راح نشارك معكم وصفة تاع مسكوتشو ناجحة 100% بمقادير مضبوطة. وصفة سهلة توجديها في وقفة، تجيك طالعة وخفيفة وإسفنجية. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما تنسوش ديروا لي جيم على الفيديو، ولأول مرة تدخل قناتي ما تنسيش ديري لي اشتراك وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد من الوصفات. نقولوا بسم الله ونبداو في الوصفة تاعنا. اول حاجة نجيب المول اللي راح ندير فيه المسكوتشو، ندهنه كامل بالمارغرين في القاعدة وفي الوسط وفي الاطراف هكا باش المسكوتشو تاعنا كي نحوها من المول ما تلصقناش. وندير مغرف تاع فارينه ونوزعها كامل على المول تاعي. بعدها نخبط المول تاعي خبطه خفيفه برك باش يهبط الزائد كامل تاع الفارينه، ونحطه على جانب ونجوه نحضروا المسكوتشو. في غيسيبيون ندير 3 حبات بيض يكون الحجم تاعهم متوسط، ولازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه، ما لازمش يكونوا باردين. وندير قرصه تاع الملح، وندير 2 علب تاع سكر حبيبات، انا القياس راح يكون بالعلبه تاع الياغورت. ونضرب هذه المكونات بالضرب الكهربائي لمده 5 دقائق حتى يبيض الخليط، ولازم يتحول اللون البيض من اللون الاصفر الى اللون الابيض باش المسكوتشو تاعكم يجيكم خفيف ومهوي. من أسباب عدم نجاح المسكوتشو أنكم تديروا البيض بارد، ومستحيل يبيض الخليط، راح يطول معكم. يعني لازم البيض تاعكم يكون بدرجة حرارة الغرفة باش يطلع لكم ثمثم ما يطولش. وانا نجيب علبة تاع الزيت راهي ناقصة اصبع، يعني ما راهيش معمرة كامل، ونبدا نضيف فيها على دفعات، ما تضيفوهاش دفعة واحدة. ضيفوا الكمية الاولى وخلطوا في نفس الوقت. بعدها كي تشوفوها دخلت هذيك الكمية الاولى زيدوا الكميه اللي موراها هكا حتى تكملوا الزيت تاعكم كامل. هنايا نتوقف ما نزيدش نستعمل الضراب الكهربائي. ودرت هنايا علبه تاع ياغورت، هذه العلبه فيها 100 غرام. انا استعملت ياغورت طبيعي، نتوما استعملوا اي ذوق حبيتوا. والعلبه تاع الياغورت اذا كانت في الثلاجه جبتوها من قبل باش تروح لها هذيك البروده، يعني استعملوها بدرجه حراره الغرفه. بعدها هنايا درت مبشور تاع حبه ليمون، ولا ديروا تاع البرتقال. هنايا قد ما تكثروا لها المبشور تاع الليمون راح تجيكم بنينه ومعطره. ودرت مغرف صغيره معمره مليح تاع لافاني، هنايا درت 2 مغارف لانه كانوا ماشي معمرين. نتوما ديروا مغرف صغيره معمره مليح. ونخلط هذو المكونات شويه بالفوي، ونبدا نضيف النواشف. هنايا درت العلبه الاولى تاع الفارينه، وهنايا العلبه ما تكونش بومبي، تكون ممسوحه، ولازم تغربلوا الفارينه تاعكم، ولازم الفارينه تكون من النوعيه الجيده. ودرت كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام. وهنايا درت العلبه الثانيه تاع الفارينه. وهنايا ناكد لكم باللي لازم العلبه تكون ممسوحه ماشي بومبي. ونخلط بالفوي. بعدها نزيد العلبه الثالثه تاع الفارينه، يعني درت 3 علب تاع فارينه يكونوا ممسوحين. وهذو المقادير راهم مضبوطين. والقوام تاع الكيك ما لازمش يكون ثقيل بزاف وما لازمش يكون خفيف بزاف. اذا كان ثقيل بزاف راح يجيكم مكدس ومعجن ويجي ملحم ما فيهش فراغات. ولو كان ديروها خفيف بزاف المسكوتشو تاعكم كي تدخلوها الطيب راح تطلع كامل للفوق، من بعد تعاود تهبط في الفرن. نفرغ الخليط تاع المسكوتشو في المول بشكل دائري، نوزعه كامل، ما تفرغوش من جهه واحده. وهنايا نسيت ما قلت لكمش، قبل ما تبداو تخلطوا في المسكوتشو تاعكم شعلوا الفرن تاعكم يسخن لمده ربع ساعه حتى 20 دقيقه على 180 درجه. بعدها دخلوا المسكوتشو تاعكم الطيب، ديروها في الرف الوسطاني ونقصوا لها، ديروها 160 درجه وخلوها الطيب في عقلها باش تطيب لكم مليح من الداخل ومن برا. ما تفتحوش عليها كامل، يعني نص ساعه الاولى ما تفتحوش عليها كامل باش ما تهبط لكمش. وخلوها طيب من تحت. كي تشوفوها طابت وطلعت مليح وبدات تحمر من فوق، طفيوا عليها من تحت وشعلوا لها من الفوق. وكي تتحمر من فوق نجبدها ونتاسيها بالعود الخشبي. اذا خرج ناشف معناتها راهي طيبه لداخل. هنا نقلبها، شوفوا هنا كي تقلبت بكل سهوله لانه المول دهناه مليح بالمارغرين ودرنا له الفارينه وجات عاليه وبزاف شابه. هذه الوصفه ناجحه 100%. انا خليتها تبرد مليح، بعدها زينتها درت لها شوكولاته تاع الطالع في الوجه تاع المسكوتشو وفي الاطراف. وراح ندير لها كاوكاو محمص ومرحي في المتوسط. والتزيين اختياري، اذا كان عندكم معجون تاع المشماش ديروا لها المعجون تاع المشماش وجوز الهند، واذا ما كانش عندكم كامل ديروا لها غير رشه خفيفه تاع سكر ناعم ولا خلوها كيما راهي. الاهم انه تجيكم عاليه واسفنجيه وتجي ناجحه، ماشي شرط ديروا لها تزيين. يعني نتوما واش متوفر عندكم في الدار
من أهم النصائح باش ينجح معاكم المسكوتشو، لازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، وما لازمش تكثروا لها الفارينة بزاف حتى الخليط يولي ثقيل. بعدها يجيكم المسكوتشو مدكس وما يجيش فيه فراغات ويجي ملحم. وتاني لازم تطيبوه على 160 درجة، ما لازمش تقويوا لها النار، لو كان ديروا نار قوية راح تبقى لكم خضرة لداخل وتجي معجنة وما تجيش كامل شابة. واهم نصيحه، لازم المقادير تاع المسكوتشو تتماشى مع المول، يعني ماشي المقادير اللي درتهم انا تروحوا ديروها في مول كبير بعد تجيكم هابطه وما تجيكمش ناجحه. لازم المقادير اللي عطيتهم لكم ديروهم بنفس القياس تاع المول، ولا يكون كبير عليه غير شويه برك، ما لازمش يكون فارق كبير بزاف هكا باش تجيكم عاليه وتجيكم ناجحه. وهذه هي النتيجه بعد ما زينتها ودرتها في طبق التقديم. جا الشكل تاعها شهي وبزاف بزاف بنينه. شوفوا هنايا صورتها لكم عن قرب باش تشوفوا الفراغات الداخل. اذا لقيتوا المسكوتشو تاعكم هكا فيها فراغات ومهويه لداخل، اعرفوا باللي راهي ناجحه 100%. اذا شفتوها مدكسه وجات ملحمه معناتها الوصفه تاعكم ما راهيش ناجحه. هنا قسمت معكم واحده تجي خفيفه، صدقوني اللي كلاها شكرني عليها وعجبتهم بالبزاف. غير جربوها وعينيكم مغمضين. ودوك نخليكم القياس تاع المول في البدايه تاع الفيديو. وفي الاخير نقول لكم ما تنسوش ديروا لي جيم على لا فيديو فضلا وليس امرا. تهلاو في وحدكم ومع السلامه.